أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حامدا حمدا يعافي نعم ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك سبحانك نوسيسا أنت أستلين على مسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوزل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله ما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة منك نادلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك النهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وأجمعين والآل وأنصار والأصحاب التابعين بالتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي في المقدم سيدنا عبد الرحمن السقاف وأولاده منهم عمر محضور بكر عبد الله بن القدس الأكبر عبد الله بن أبي بكر عليه الصلاة بخلود الشيخ بكر بن سالم شعق بن سالم ثم يسوع بن تقبل عن فاسي بأمام عبد الرحمن الشعري برس قد بالعيشان وغاث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي والحداد على مد الدنيا حبيب عبد الرحمن عبد الله بن الفقيه عبد الله بن سن بن الفقيه أحمد بن الحبشي ثم إلى حسن بن سلال البحر ثم إلى روح شيخ عبد القادر الجيلاني أبو الفتن أحمد البدوي وعبد الأسوقي محمد الرفاعي إمام بن عبد المغربي ثم إلى حسن الشادي والصالح وفرح من انتسب إليهم ثم إلى سيدي علي بن كتب بكر عمر بن يحيى كتب بكر مع السقاب محمد احمد بن حضار محمد الحبشي محمد الحداد احمد العطار ثم الى عبد الرحمن السقاب ثم الى الحبيب الامام الكتب حسين بن ابي بكر على ادروس ثم الحبيب كتب علي عبد الرحمن الحبشي ثم الى الحبيب كتب علي بن سعد البونغر بسالم الجندار احمد جاي كرتا ابا امه بن يحيى تربون ثم الى جميع والتسي وصلحهم وفرعهم ومن انتسب اليهم ثم الى الحبيب احمد بن شيخ بن شهاب عبد الله بن ادريس بن شهاب علي بن شهاب طارق بن يحيى ابي عمر بن احمد بن شهاب احمد بن حمد الكاتب احمد بن حسن نفسي وزوجته ثم إلى علي بن عباس عبد الله باسم عبد الرحمن باسم ثم إلى رحبه والإمام القطب عبد الرحمن العدرس وزوجته صليح وفريح انتسب إليه ثم إلى وصل سيدي ووالدي وكابة قلبي سماحة الإمام الحبر القطب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه ونجليه سماحة الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور سن مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب المحبوب والد أبي عقيل بن سن بابور الحبيب المحبوب علوي كمال بن أبو بكر باسين وصولهم وفرعهم من انتسب إليهم اللهم أوصل ثواب ذلك منا إليهم وجعل رئيس وتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وعتكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل على قبورهم روحا وريحان بشارة الأمان مسرا ورضوان في جوارك يا حنان يا منان يا من إذا استئل الأعطاء وإذا استعين عنا اللهم جبر انكسارنا وقبل اعتذارنا وختم بالصالحات أعمالنا وأجلنا على الإيمان وإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخرنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مبدلين ولا متغيرين ولا منفعلين حتى حسبنا ونعم الوكيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا
عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع النبي المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وأمته الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول بسر الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا مجيب السائلين يا كثير المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوك لذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسل حادنا هيا بغار إلينا اللان يا حمة السادة القباب مدينة صدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك بنويه ساب السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوك
ذنبي يا استغفرون الله قوموا بنا آمين. واكشفوا عنا آمين يا رب. يا سادتي هذه الأسواق والمعمدين أذقهم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسن إنك رجاء ذنبي يا استغفرون الله بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. نيات نوينا كما نوينا لحبيب علي بن الحبشي ونوينا كما نوينا سماة الحبر بن عبد القادر بن أحمد الفقي نوينا القراءة المولى الحبشي كما نوينا الإمام الحبر بن عبد القادر بن أحمد الفقي ونوينا الإمام كما نوينا الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور سيدنا مولانا حبيب الله بن عبد القادر بن أحمد بن اللهم ادخلنا بنياتهم وعملنا بعملهم وحركاتنا بحركاتهم الهدينية وغلة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الحاتم المكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نسر بالنسر قد حاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يسحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا
صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاحا وأرهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صداك عبد بالحق عرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسوابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأتراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه حلق الحلق لحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة زحرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بالتراج التكريم اللهم اللهم صل وسلم أسرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج البديع جيرة العالمين يا محيي الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج البديع
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر لك وأنا بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تحسيس للبشر صلى الكريم الله عليه. بالتقديم تقروا بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلق همة الراكم لهذه الهروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أقرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعند التسوق إلى سمع وصب العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروح من روح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياه كالجسام من عطاياه كالجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية
الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حرك فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله وقد عليه. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عادت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه درتي وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لينبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رأى الله أياما تقضت بطيبة وحي ليالي ما عرفت لها قدرا. رأى الله أياما تقضت بطيبة وحي ليالي ما عرفت لها قدرا. ليالي الوصال لو تباع شريت حبي روحي ولكن لا تباع ولا تشرى. أيا حجرة ضمت جمال محمد أيا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا رسول الله جئتك
وقاصدا فكل يا شافعا يا جل الورى قدر بشرى لنا نل المنى زال لنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أزحام لنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا
زال الأنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أزحام لنا بشرى لنا نل المنى زال الأنا وفى الهنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ ألقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة مسونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإطراف الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهنا كرباوان وجه الحاج الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطر جودي إلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبصير العالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة الكشفت كناه الحاج المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية حتى الوقت الذي رتب الله دوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكامل من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود قلنا لله بتعظيم وسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الهدى أشرق الكون باتحاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنصان وصرارا قد تجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فاضربوا أهل المثاني فهذا اليمن غران واستضيئوا بجمال فقى بالحسن تفرد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البشرى بسعد مستمر لله سينفع
صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وهو موضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة فولد ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم الظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست ووجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأثر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتأته الله وكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سلة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية. صلى الله عليه. بطيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب بعنانه. صلى الله عليه. ما أفاد
العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بأعمال مقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتغض ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشى منه الفياضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي قرص إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف في مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبالغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تبالغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تبالغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالترائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل
سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين صلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma sholli ala sayyidina wa barik alaih. Amin qabul ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita, orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Aqil Ba'bud, Al-Habib Hamid bin Husin Ba'bud, Al-Habib Ali Al-bin Hamid Walidi Al-Habib Hasan bin Ali Ba'bud, Ustaz Hamid Barakbah, Al-Habib Abdul Rahman Al-bin Hamid, Habib Nafal Asgab, Ustaz Abul, Ustaz Jamal. Mungkin tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fakir pada antum semua. Wabil khusus buat tuan guru kita Al-Ustaz Muhammad Hatta, yang insyaAllah beliau akan membawakan Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini. Beliau dari negeri Malaysia. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang di Majelis Bahusen di Kota Palembang, Ustaz. Puji syukur alhamdulillah atas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Majelis Bahusen yang mulia ini dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta miladnya Majelis Bahusen yang ke-15 tahun. Al-Fakir mewakili daripada segenap Majelis Bahusen mohon doanya agar kami semua selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah dan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini Al-Fakir sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama
pembukaan. Yang kedua, kata sambutan. Mungkin yang akan disampaikan langsung oleh Al-Akh Al-Habib Abdurrahman bin Aqil Ba'bud. Acara yang ketiga, Mau'izatul Hasanah, insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta dari Malaysia. Dan keempat, doa penutup dan talqin zikir insyaallah akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Hamid Barakbah. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca surah Fatihah ala hazihi niyah kulli niyatu shalihatin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu kata sambutan mewakili dari Majelis Mbah Hussein yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Aqil Ba'bud. Pada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala milad an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdal al-milad wa ja'alahu alaihi as-salatu was-salamu afdal al-ibad wa khassana bi ummatihi faya lahu min ni'matin wa mawhibatin wa madad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحمل قائلها إلى جنان الملك الأحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود. اللهم وصل وسلم وكرم ومجد وعظم على نبي المرسل وإمام الأطهر ومصابه الأخير سيدنا ومولانا محمد حبيب الله المستغفر وطبيب المنور وعلى آله الكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم المحشر. قيل في الشعر فإن لم تكن مثله فتشبهوا فإن من تشبه بالكرام فلاح. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، جميع حبائبنا الكرام وأساتذتنا العظام، خصوصا pembina Majlis Ta'lim Mbah Hussein, Abuya Sayyidil Walid Habib Aqil bin Hussein Ba'bud rahimahullah rahmatal abrar, wa khususan khadimai al-majlis Sayyidil Khal Habib Alwi Kamal bin Abu Bakar Bahsin rahimahullah rahmatal abrar, wa Sayyidil Akh Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Habib Aqil bin Hussein Ba'bud hafizahullah wa ra'ah, wa khususan Sayyidil Am Habib Hamid bin Hussein Ba'bud wa Habib Ali al bin Hamid wal Habib Abdurrahman al bin Hamid wa Habib Syauqi al Gab wal Habib Abdul Mun'im Ba'alawi, wa khususan duyuf al afadil alladhi jaa min Malaysia mutakharrij dar al hadith al faqihiyah al Ustaz Muallim Muhammad Hatta dan para habaib dan asatid lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Awalan, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, memberikan karunia dan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadikan kita umat beliau tanpa kita minta sama sekali. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala.
اللهم إنا نحمدك ونشكرك يا رب. اللهم الذي قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فنحن نحمدك ونشكرك. اللهم فزيد النعمة، اللهم فزيد النعمة. ثانيا, salawat teriring salam kita lantunkan pada junjungan agung kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi qala fi Nabi Qutbil Wali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi fi Simti Durar, Sayyidun dhihkuhu at-tabassumu wal mashyul huwaina wa nawmuhu al-ighfa'u. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang jikalau beliau tertawa cukup tersenyum dengan anggunnya, dan jikalau beliau berjalan dengan santai, tenang, tidak terburu-buru. Dan tentang tidur beliau hanya tidur sebentar saja. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Wa fi qasidatil burda lil Imam Al-Busiri, tentang tidur Nabi SAW, beliau berkata, qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika mata baginda Nabi Muhammad SAW terpejam untuk tertidur sesaat, tapi hati beliau SAW tidak pernah ikut tertidur. Artinya beliau tidak pernah lupa atau tidak pernah lalai dari Allah SWT, walaupun hanya sekejap saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa akhiran, Al-Faqir mewakili segenap Majlis Ta'lim Bah Husain mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fal qulubu turahibu. Terima kasih sudah hadir pada acara malam hari ini. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami. Semoga apa yang antum niatkan dari rumah untuk hadir pada acara malam hari ini disampaikan, dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan juga Al-Faqir meminta maaf apabila ada kekurangan dari segi jamuan, segi tempat atau segi lainnya. Al-Faqir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Hadza minni wal afu minkum. Inama gumtu imtithalan lil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Habib Abdurrahman. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Muhammad Hatta. Marilah sama-sama kita sejenak dengarkan dengan hati yang khusyuk, pikiran yang tenang daripada nasihat yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Kepada Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub li dzikril habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub maulana Muhammad tabibi qulubina Muhammad tabibi ajsadina Muhammad malaذنا في الدنيا محمد malaذنا عند الاحتضار محمد malaذنا في البرزخ مولانا محمد malaذنا على الصراط مولانا محمد sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qudumi ala Allahi amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami cintai dan kami junjung di atas kepala para syibanul alawiyin dan para syubbanuhum, ada bersama-sama kita Al-Habib Ali, dan tidak lupa kami muliakan sahibul majlis Al-Akh Al-Mubarak, guru kita Al-Habib Muhammad bin Aqil Ba'bud hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah juga bersama kita para ulama, para asatidzah, tetamu Allah dan tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah mentakdirkan kehadiran kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak dikatakan majlis ini penuh dengan keberkatan? Bukankah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu inda akabirikum. Kata Rasulullah, keberkahan itu ada Allah letakkan di kalangan orang-orang tua di kalangan kamu. Di dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan akabiru awamil muslimin, orang muslim, kaum muslimin yang telah tua secara umumnya. Fakaifa bi akabiri al-alawiyin, bagaimana kalau orang-orang tua yang ada di tengah-tengah kita bukan hanya kaum muslimin secara umum, tetapi adalah zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu hadirin hadirat, kehadiran kita pada malam ini seandainya tidak dihidangkan dengan hidangan rohani tausiah, membacakan firman-firman Allah, membacakan sabda-sabda Nabi besar Muhammad, mengeluarkan fatwa-fatwa para ulama, hadirnya kita di hadapan para syiban kita sudah cukup menyebabkan kita pulang dalam keadaan basah daripada hujan-hujan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kita pada malam ini menghadiri majlis memperingati keputraan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati hari ulang tahun dibina dan ditubuhkannya majlis zikir dan majlis ta'lim Bah Hussein. Hadirin hadirat rahimakumullah, majlis yang penuh keberkahan ini telah dibina oleh guru-guru kita, oleh orang-orang saleh di tengah-tengah kita, almarhum Al-Barakah Al-Habib Aqil Ba'bud dan almarhum Al-Habibul Barakah guru kita Al-Habib Alwi Kamal Bah Hussein alaihima rahmatullahil wasi'ah. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmatnya yang seluas-luasnya kepada orang-orang mulia ini yang telah membina majlis ini, dan tidak kita lupakan kepada penerus-penerus menyambung dakwah daripada majlis Bah Hussein, guru kita Al-Habib Muhammad bin Aqil Ba'bud wa akhu Al-Ustaz Abdul Rahman bin Aqil Ba'bud dan lain-lainnya. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nazrah oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban tugas mulia mendidik umat, membimbing masyarakat mengenal Allah dan mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Syekhuna al-Imam Al-Hafizul Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah Ibnu Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih rahimahullahu ta'ala, beliau selalu mengutarakan, kata beliau, hadaful hayati syai'ani, lima'rifatillah wa lima'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan penting daripada kita hidup di alam dunia ini bukan untuk menjadi orang kaya. Tujuan kita hidup di alam dunia ini bukan menjadi orang terkenal. Tujuan kita hidup di dunia ini bukan agar semua di antara kita berebut-rebut, berbunuh-bunuhan untuk jawatan atau pangkat. Tidak.
Tetapi tujuan utama daripada kita dihantar hidup di dunia ini adalah untuk ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, apabila kita mempelajari dalam ilmu bahasa Arab, apabila masdar diidhafahkan kepada sesuatu, maka dia boleh membawa dua makna. Dia membawa makna mudhaf ilaihnya bermakna al-fa'il atau mudhaf ilaihnya bermakna maf'ulun bihi. Kerana itu fahamlah kita, kalau dikatakan tujuan hidup adalah mengenal Allah, ada dua makna. Kamu mengenal Allah dan Allah mengenal kamu. Kalau kamu mengenal Allah, maka di situ ma'rifatullah, Allahnya bermakna maf'ulun bihi. Tapi kalau Allah mengenal kamu, ma'rifatullah, Allah mengenal kamu, Allah bermakna al-fa'il. Kedua-duanya benar betul hadirin yang bahagia rahimakumullah. Begitu juga ma'rifati Rasulullah, mengenal baginda Nabi Muhammad. Engkau mengenal Rasulullah dan Rasulullah mengenal engkau. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kalau Allah mengenal kita hadirin hadirat, Allah sudah pasti mengenal kita. Bagaimana Allah tidak mengenal kita, sedangkan kita dicipta olehnya, kita diberi nafas olehnya, kita diberi rezeki olehnya. Bagaimana dia yang maha agung itu tidak mengenal kita? Tetapi hadirin hadirat, walaupun Allah mengenal kita secara umum, karena Allah mencipta kita, bukankah kita terlupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalkan diri kamu kepada Allah, dekatkan diri kamu kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah, bangkitlah di tengah-tengah malam sujud di hadapan Allah ketika engkau sedang hidup senang. Nescaya ketika engkau sedang susah, ketika engkau sedang berproblem, ketika engkau sedang diserang krisis, maka ya'rifka fi syiddati, Allah akan mengenal engkau ketika engkau sedang senang, sedang susah. Di sini menggambarkan kepada kita, Allah mengenal kita ada dua tahap, mengenal secara umum dan mengenal secara khusus. Kalau mengenal secara umum, semua di antara kita dikenal oleh Allah. Tidak ada seorang pun di kalangan umat manusia yang pada hari ini telah berjumlah 8 miliar hadirin hadirat, tidak terkecuali semuanya dikenal oleh Allah secara amnya hadirin hadirat, dengan ilmu juz'i dan ilmu kulli keseluruhannya. Tetapi dengan makna khusus, mengenal dan menyayangi, mengenal dan membantu, mengenal dan memberikan pertolongan, hanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ketika dia senang lenang. Ketika dia senang lenang, dia mampu mengenal Allah, maka di saat susah sudah tentu dia lebih mengenal Allah, dan Allah mengenalnya dengan kasih sayang Allah, dengan pemberian Allah. Begitu pula lah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran ilmu Allah, gambaran kasih sayang Allah, gambaran rahmat Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, hadirin tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak pernah melihat saya, Rasulullah tidak pernah melihat anda semua, kerana kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. 1500 tahun daripada keputeraan baginda Nabi memisahkan kita dengan baginda Rasul. Walaupun baginda tidak pernah melihat wajah saya dan wajah anda, tapi ketahuilah baginda Nabi Muhammad secara umumnya mengenal kita satu persatu. Seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Musnadul Firdaus, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustilat li ummati fil ma'i wattini wa 'allimtul asma'a kullaha kama 'allima adamul asma'a kullaha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dimisalkan, telah diserupakan untukku akan seluruh umatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam tanah dan di dalam air. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan setiap satu wajah daripada umat baginda Nabi di hadapan penglihatan baginda Nabi, ketika itu berbentuk wajah satu di antara kita di hadapan tanah liat yang dicampur dengan air di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Al-Hafidh As-Salihi Asy-Syami, seorang ulama ahlul hadis Al-Hafidh daripada negeri Syam, dalam kitabnya Sirah Syamiyah atau lebih terkenal dengan Subulul Huda war Rasyad. Kata beliau, walahu syahid. Hadis yang disebutkan itu hadirin hadirat yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama seperti Al-Imam Ad-Dailami
diperkuatkan, memiliki sokongan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir juz 3 halaman 202, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah muka juz 1 halaman 87. Hadirin hadirat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya ummatil barihata lada hadhil hujrah awwaluha ila akhiriha." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi malam Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada saya seluruh umat saya dari awal zaman sehingga akhir zaman di dalam kamarku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, seorang sahabat ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu, dia bertanya, ya Rasulullah, hadza urida alayka man khuliq fa kaifa urida alayka man lam yukhlaq? Ya Rasulullah, kalau di hadapan paduka ditunjukkan oleh Allah wajah-wajah manusia-manusia daripada kalangan umatmu, kalau mereka telah wujud, mereka telah dicipta, mereka ada di hadapan kamu, wajar ya Rasulullah. Kalau Allah perlihatkan wajah sahabat Nabi yang jumlahnya 124,000, Nabi dapat mengenal semuanya, ini wajar. Tetapi yang kami tidak mampu berfikir ya Rasulullah, kami tidak mampu menggambarkan ya Rasulullah, tidak dapat ditasawurkan oleh akal kami ya Rasulullah, bagaimana wajah-wajah umatmu yang belum lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, saya belum diciptakan pada zaman itu, hadirin semua belum diciptakan pada zaman itu. Bagaimana mungkin Rasulullah mengenal wajah-wajah mereka yang akan lahir 1500 tahun setelah kewafatan baginda Nabi SAW? Hal ini ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suwiru li fitin. Mereka walaupun belum dilahirkan oleh Allah, belum diwujudkan oleh Allah, tapi setiap wajah-wajah mereka Allah bentukkan di hadapanku, di hadapan tanah di dalam kamarku ini, kata Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah di hadapan Nabi ada sebuah skrin yang amat besar, satu demi satu wajah-wajah umatnya yang akan muncul sehingga akhir zaman diperlihatkan di hadapan Nabi SAW. Dan kehebatan baginda Nabi SAW, kalau jumlah umat beliau ada 10 miliar, semuanya dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada 10.000 gambar, kita dah bingung menghafalnya. Tapi baginda Nabi walaupun 10 miliar, 100 miliar, tetap dihafal satu persatu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diajukan gambar itu dengan begitu cepatnya, dengan begitu lajunya cepatnya, tetap dihafal oleh baginda Nabi. Ini baginda sabdakan sendiri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la ana a'rafu bil insani minhum min ahadikum bisahibihi. Sehingga darinya, kata Rasulullah, aku mengenal seluruh umatku walaupun mereka belum lahir lagi sehingga hari kiamat, dan ku kenal mereka lebih dahsyat, lebih hebat daripada seorang teman mengenal teman baiknya. Hadirin hadirat, walaupun kita tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi yakinlah Nabi mengenal wajah kita. Nabi mengenal seluruh wajah umat-umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini mengenalnya Nabi secara umum. Walaupun kita umat Nabi, Nabi mengenal wajah kita, secara khusus Nabi tidak mengenal kita. Bukankah hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, nanti kelak pada hari kiamat tidak ada orang yang mampu menyelamatkan umat manusia melainkan hanya paduka, sang yang mempunyai sahibus syafa'atil uzma yaumaz syuhud. Maka di saat itu, di manakah paduka akan membantu kami ya Rasulullah? Sedangkan nanti di padang mahsyar, bukan hanya umat Rasulullah, bukan hanya umat Nabi Isa, bukan hanya umat Nabi Yahya, bukan hanya umat Nabi Musa, umat seluruh para nabi, seluruh para rasul, manusianya dan jinnya, semuanya dihimpunkan di padang mahsyar. Bagaimana mungkin paduka mengenal umatmu ya Rasulullah? Di tengah-tengah lautan manusia itu, untuk paduka memberikan syafaat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya bercahaya, kedua tangannya bercahaya,
kedua kakinya bercahaya. Dari mana datang cahaya itu? Tidak lain daripada kesan mereka berwuduk, melaksanakan salat 5 waktu. Kan itu kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi mengenal semua di antara kita, tapi kalau mereka tidak salat 5 waktu, mereka tidak menjaga sembahyang 5 waktu yang merupakan tiang agama. Sesiapa mendirikan solat, maka dia mendirikan agamanya. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia merobohkan agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi Muhammad, farqu ma bainana wa bainal kuffar, yang membezakan antara kita dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah adalah salat 5 waktu. Apalah gunanya kita mengucap 2 kalimat syahadat tapi salat 5 waktu kita abaikan. Hadirin hadirat, kerana itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda mengenal mereka kesemuanya tidak terkecuali, tapi kalau mereka tidak salat 5 waktu, mereka akan sukar dikenal dan diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya mereka yang salat 5 waktu, menjaga salatnya, sentiasa berwuduk, dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bersinar seperti rembulan dan mentari. Kedua tangannya bersinar, kedua kakinya bersinar, sehingga walaupun di tengah rautan umat manusia, dikenal mereka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang lebih dahsyat daripada itu, khawasul khawas daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanya mereka yang salat 5 waktu, tapi mereka yang acap kali membasahkan lidahnya memuji Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bukankah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, tapi ada hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama lain yang berpaksikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan makna yang sama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejurus kemangkatanku nanti Allah akan meletakkan, mewakilkan satu malaikat di kuburku, kata baginda Nabi Muhammad. Dia berada di Madinah Al-Munawwarah, tetapi walaupun dia berada di Madinah Al-Munawwarah, Allah muliakan malaikat ini. Apa kemuliaan dia? Allah berikan dia pendengaran semesta alam. Dia boleh mendengar suara di langit, dia boleh mendengar suara di Indonesia, dia boleh mendengar suara di Malaysia, dia boleh mendengar suara di Pasar Kutuh, dia boleh mendengar suara di Eropah dan di Barat. A'tahullahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun min ummati ila yaumil qiyamah. Maka kata Rasulullah, tidaklah ada seorang pun daripada umatku sampai hari kiamat berselawat kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ablaghani bismihi wasmi abih, melainkan malaikat itu akan menyampaikan laporan kepada aku di dalam kuburku, kata Nabi Muhammad. Qala, malaikat itu berkata, fulan wa fulan shalla alaika ya Rasulullah, fulan bin fulan ya Rasulullah berselawat kepada paduka ya Rasulullah. Kalau satu kali kita berselawat, nama kita dihadapkan di pendengaran baginda Nabi. Bagaimana kalau setiap hari kita membasahkan lidah kita 1000 selawat kepada Nabi Muhammad, 1000 kali pula lah namamu disebutkan di telinga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, semua kita selalu mendengar hadis ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Aku mengenal sebongkah batu, sebuah batu besar yang berada di kota Mekah. Hadirin hadirat, berapa juta, berapa triliun batu-batu yang ada di kota Mekah. Akan sukar untuk kita mengenal pasti sesuatu batu di kota Mekah. Tetapi kata baginda Nabi, ada sebuah batu di kota Mekah, aku kenal betul batu itu. Kerana apa? Kata baginda Nabi SAW, baginda Nabi bersabda, batu ini dulu sebelum aku dilantik menjadi Rasul, sebelum aku diturunkan wahyu, setiap kali aku lalu di situ, batu itu akan mengucapkan assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nurullah. Batu selalu mengucapkan salam kepada aku, kata Nabi. Inni la'arifuhul an, aku kenal betul batu itu, kata Rasulullah sekarang ini. Kalaulah batu yang tidak memiliki akal,
Kalaulah batu yang tidak memiliki iman kerana dia bukan benda hidup, kalau berselawat memberikan salam kepada Nabi satu kali, Nabi masih mengenal dan mengingati akan batu. Bagaimana umatnya yang setiap hari menghiasi hidupnya dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kenal, tapi akan didekatkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kata Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki alaihi rahmatullahil wasiah, beliau mengatakan batu yang mengucapkan salam terhadap baginda Nabi SAW itulah batu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, hati kamu keras, hati kamu tidak mau menerima iman, hati kamu tidak menerima cahaya, sehingga dengannya hati kamu lebih keras daripada batu. Batu sangat keras, tetapi sekeras-keras batu ada di kalangan batu-batu itu yang terbelah mengeluarkan sungai-sungai yang mengalir. Ada di tengah-tengah batu, sebagian batu di Gunung Ganang yang terpecah mengeluarkan mata-mata air. Bahkan kata Allah, walaupun batu itu keras, batu itu berat, keras, ada di kalangan batu-batu yang mana mereka tersembam jatuh kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Batu keras boleh takut sama Allah. Kamu ini kata Allah lebih keras daripada batu. Batu yang mana yang tersembam takut pada Allah adalah batu yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Al-Hafidz At-Tirmizi di dalam kitabnya Sanan Tirmizi atau Sunan Turmudi, beliau meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling aula, orang yang paling utama kepada aku nanti di hari kiamat, yang paling banyak baca selawat kepada aku, kata Rasulullah SAW. Apa makna aula di situ? Al-Imam Al-Muhaddis Al-Mubarakfuri Al-Hindi, seorang ulama di benua India, Al-Hadis Al-Mubarakfuri, ketika mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan aula nasibi, ya'ini aqrabuhum bi aw ahaqquhum bi syafaati. Orang yang paling dekat duduk dengan aku, atau orang yang paling berhak mendapat syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau mengatakan apa? Hadza bayanun sharihun. Ini adalah keterangan yang jelas bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang paling dekat duduk dengan Nabi SAW adalah para ulama-ulama ahlul hadis. Kerana apa? Kerana para ulama-ulama ahlul hadis adalah orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Kerana ahlul hadis bukan hanya berselawat setiap kali mereka mengeluarkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya berselawat dengan lidahnya, dengan mulutnya ketika meriwayatkan hadis, tapi li'annahum yusalluna 'ala nabi qaulan wa fi'lan, dengan ucapannya dan perbuatannya. Perbuatannya menyebarkan dakwah Nabi Muhammad, perbuatannya menyebarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itulah majlis Bahusain ditubuhkan oleh almarhum yang kita doakan keberkahannya, kita doakan rahmat untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Ditubuhkan majlis ini tidak lain dan tidak bukan agar majlis ini mengajarkan umat mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, menyebarkan zikrullah, menyebarkan selawat kepada Nabi Muhammad, dan bukan hanya berselawat tetapi juga mengajarkan kitab-kitab hadis baginda Rasulullah SAW. Saya sungguh berbahagia ketika malam semalam dijemput oleh guru kita Al-Habib Muhammad Ba'bud. Beliau menceritakan bahawasanya bulan Safar yang lalu beliau telah diilhamkan oleh Allah, diberikan petunjuk untuk mengadakan majlis burdah, malam burdah Selawi katanya, bersama alumni Darul Hadis Al-Faqihiyah. Mudah-mudahan Allah memberkati beliau-beliau ini, Allah memberikan kemanfaatan ilmu-ilmu beliau ini, dan menyebabkan penyebab sejuknya mata Al-Imamain Al-Azimain ya Rabbal Alamin. Dikatakan oleh beliau bukan hanya bacaan burdah,
tapi setiap kali lepas bacaan burdah dibacakan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kata Al-Ustaz Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kabar bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melazimi majlis-majlis beliau, melazimi majlis-majlis burdah, melazimi majlis-majlis bacaan kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berhak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu sallam wa baraka alaihi wa alihi di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu sallam ala sayidina Maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kepada Tuhan Guru Al-Ustaz Muhammad Hatta. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup dan talqin zikir, kita mintakan kepada Allah Habib Hamid Barakba. Falyatafaddal mashkur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه وسلم كلمة حق عليها وعليها نمون بها نموت إن شاء الله وبها ندخل الجنة إن شاء الله آمين آمين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام إن كان الحياة خيرا لنا وتوفنا على الإيمان إن كان الممات خيرا لنا. اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك وأعمر أجسادنا بطاعتك وافعل ما يرضيك إنك يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Rabb. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka dengan ini berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami segenap panitia dan seluruh jemaah Majelis Mbah Husain mengucapkan ribuan terima kasih. Jikalau kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan serta penempatan dan mengucapkan nama dan mungkin sajian kami kurang berkenan, mohon dimaafkan kepada Allah, kami mohon ampun. Sebelum kita menutup acara Maulid Nabi Muhammad serta Milad Mbah Husain, marilah kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk khalagos jemaah bentuk 3. Untuk khalagos satu hidangan 3 orang.